لما بنفتح أي موقع شوبينج وبنشوف منتج قدامنا كيوزر بنشوف صورة وسعر، ولكن كمبرمجين بنشوف حاجة تانية. المنتج ده عبارة عن بيانات كتير ومختلفة، مثلا اسمه string، سعره float، عدد القطع integer، وهل عليه شحن مجاني أو لأ true or false أو اللي هي boolean. لو جيت أخزن البيانات دي ما ينفعش أعمل array، لأن الarray بتشيل نوع واحد بس، مثلا integers بس أو string بس. وعشان كده C++ عملت لنا الحل السحري اللي بيلم كل ده في علبة واحدة، وهو الستراكت. الستراكت ده هنعتبره زي القالب كده اللي هنحط فيه ايه نوع البيانات اللي احنا محتاجينها. ممكن نعتبره زي دفتر استمارات ليه اسم، كل استمارة فيها مثلا الاسم، بعد كده نقط فاضية عشان أكتب فيها الاسم، بعدين السعر، بعد نقط فاضية عشان أكتب فيها السعر، وهكذا. كل استمارة دي بتكون خاصة بمنتج معين، وده اللي هو الأوبجكت. بعد كده أقدر أستخدم الاستمارة دي أو الحاجات اللي جوه الاستمارة عشان أتعامل بيها حسب أنا عايزة ايه. طيب أول حاجة احنا بنعمل له declare بره المين فوق زي البروتوتايب بتاع الفانكشن كده. بستخدم الكيورد اللي هي struct عشان أقول إن أنا عايزة أعمل struct. بعد كده بديله اسم، مثلا product، وبنهيه من هنا بسيميكول. وهنا بحط ايه الحاجات اللي أنا عايزة استخدمها، مثلا زي ما قلنا ده string اللي هو name، float اللي هو price، مثلا integer um, quantity، و boolean has. كده انا مستخدمتش اي مساحة من الميموري، انا بس قلت ان في حاجة اسمها product، البرودكت ده جواه الفاريبلز الفلانية. طيب هاجي بقى في المين، انا عايزة استخدم الحاجات دي، مثلا عايزة اعمل سي اوت مثلا للبرايس، او عايزة اعمل حاجة، اي حاجة. طبعا لازم الاول اعمل اوبجكت من الستراكت ده اللي هو هيكون الاستمارة اللي انا هاملة فيها البيانات. ده كده دفتر الاستمارة. بعد كده الاوبجكت اللي هو قلنا هنعتبره زي الاستمارة. طيب عشان اعمل كده هعمل ايه؟ هعمل اسم الستراكت اللي هو product، بعد كده اختار اللي انا عايزاه، مثلا P1. كده ده object من الستراكت اللي انا عملته. طيب ليه هنا انا كتبت الاسم؟ لانه ده كده اكنه data type جديد انا عملته، يشبه الاري شوية، ولكنه بيبقى فيه زي ما قلنا يعني types مختلفة من ال variables. طيب لو انا مثلا عايزة اخد الاسم مثلا من اليوزر، فهعمل cout enter the name cm. طيب هل مثلا هروح اكتب نيم كده في الهوا؟ لا، لانه هيطلع لي ايرور، لانه هو ما يعرفش ايه النيم ده، انا ما عملتش ديكلير لفاريبل اسمه نيم، هو جوه الستراكت اللي انا عملت منه الاوبجكت اللي هو p1. فلازم اكتب الاسم بتاع الاوبجكت اللي انا عايزه ادخل فيه ال الاسم ده، واستخدم الممبر اكسس اوبريتور اللي هو الدوت. مثلا هنا برضه عشان اكون محدده اكتر، ممكن enter the name of the first product. ممكن برضو اتعامل معاه كفاريبل عادي خالص، يعني ممكن مثلا ادخل البرايس انا نفسي، انا احطه هنا، مش اخده من اليوزر. برضو بنفس الطريقة هكتب اسم الاوبجكت اللي انا عايزة احط فيه، بعد كده الممبر اكسس اوبريتور اللي هو الدوت، بعد كده اسم الفاريبل اللي انا عايزة احطه اللي هو مثلا quantity. بعدين equal احنا قلنا integer، طبعا ليه integer؟ لانه يعني
مش هينفع اقول مثلا انا عندي 2.5 من المنتج ده مثلا، لا هو يعني 1 او 2 او 3 وهكذا. مثلا وليكن فور. ممكن برضو مثلا اعمل اوبجكت تاني اللي هو برودكت تاني، فبرضو نفس الطريقة هكتب نفس الاسم. هنا انا بقول ان انا عايزة اعمل اوبجكت من الاستراكت ده، يعني عايزة اعمل اوبجكت في الفاريبلز اللي فوق دي. هسميه مثلا P2. خليني مثلا اخد البيانات بتاعة البرودكت الاول من اليوزر، والبيانات بتاعة البرودكت التاني انا اللي هكتبها. فبرضو مثلا ناخد ده كده. اوكي. هنا هغير بقى البرايس. مثلا هنا ممكن نخليها enter 1 for free shipping and 0 for no free shipping مثلا يعني. وهنا طبعا هنغير دي ل has free shipping. طبعا خليتها 1 و 0 عشان تبقى اسهل، لان غير كده هنحتاج بقى نعمل if statement وكده، واحنا محتاجين نركز اكتر على الستراكت مش على الحاجات التانية. وخليني مثلا اعمل اللي هو ده مثلا the first product. تمام، وانا هكتب التاني، يعني هعمل assign للvalues كده من غير ما ناخدها من اليوزر. طبعا دي محتاجين نغيرها ل p2. هنا p2 dot name مثلا dress. اوكي. p2 dot price مثلا 130.5. quantity 4 p2 shipping true مثلا. تمام. مثلا انا عايزة اقارن بين البرايس الاول وبين البرايس التاني مثلا، لو انا هعتبر ان هما الاتنين dresses مثلا يعني. فممكن اعمل if statement مثلا انه p1 dot price greater than p2 dot price مثلا see out p1 dot name is more expensive than p2 dot name. طبعا في حاجة انه حتى لو الستراكت مثلا كله عبارة عن حاجة واحدة زي integers مثلا، ما ينفعش اعمل p1 greater than p2، او ما ينفعش اعمل مقارنة ما بينهم equal مثلا. أه حتى مثلا لو افترض ان هما حاجات مختلفة عادي، فما ينفعش اعمل equal برضه، ما ينفعش دي كده مثلا p1 equal p2. خليها مثلا في if statement
هنا دي بس مشكلة في الاسم. هنا الإيرور ده معناه إن أنا مينفعش أستخدم الاتنين مع بعض، إن أنا أستخدم اللي هو الequal دي عشان أعمل comparison ما بينها. ولكن دي كده legal عادي، أقدر إن أنا يعني أعمل comparison ما بين element و element عادي جدا، بس كلهم كده على بعض الobject كله على بعضه دي illegal ما تنفعش. وبس كده إن شاء الله الفيديو الجاي نكمل كمان ندخل functions، ازاي أعمل pass by value أو pass by reference، ازاي نستخدم بقى الحاجات دي كلها في الfunctions. وبس كده، سلام.